السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم تاني في قناة بورصة ترند. النهاردة هنحلل مع بعض سهم شركة فوري. السهم ده بيحترم التحليل الفني جدا جدا، فمش هيطول معانا دلوقتي إن احنا نتكلم عن أحسن المناطق اللي ممكن ندخل منها، لأن في فرصة قوية جدا الأسبوع اللي جاي ده. الفيديو ده إن شاء الله النهاردة بتاريخ 8/8، فاحنا مستنيين افتتاح سوق يوم الأحد، وفي فرصة كبيرة جدا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. نيجي مع بعض هنلاقي إن السهم ده بنسبة كبيرة ماشي مع تحليلاتنا الفنية للفترة اللي فاتت دي، وفعلا عامل تصحيح عميق جدا، ووصل عند المنطقة اللي كانت متحددة هنا. المنطقة دي سيولتها عالية جدا، وكان عند حوالي 17 جنيه فاصلة 8، ومن هنا بدأ يحصل لنا الارتداد. أول حاجة حصلت هو كسر الهيكل الداخلي بالمنظر المتحدد ده عند السعر اللي احنا بنتكلم فيه، سعر 18.9 جنيه. عند 18.9 ده يعتبر بالنسبة لي أول كسر الهيكل الداخلي، وبادئ إشارات الصعود. بعد كده هنلاقي إن السهم بدأ يعمل سلسلة من القمم والقيعان، وقمم أعلى من القيعان وقيعان أعلى من القيعان اللي فاتت، لحد ما جينا عند المنطقة اللي تخصنا هنا في الحتة دي. احنا كنا بنتكلم على فريم الربع ساعة، وعلى فريم أعلى من كده هيبان لك إن احنا بس يدوب أول حركة بسيطة من مراحل الصعود. فهنا عندنا مرحلة الصعود تتحقق بشرط مهم جدًا، ده اللي هنتكلم فيه النهارده. مبدئيًا أنا كنت محدد من فترة المنطقة الشرائية اللي كانت موجودة هنا ما بين سعر 18 جنيه فاصلة 7 لحد 18 جنيه فاصلة 28، ودي فعلًا أكدت لي إن السهم ده بيحترم التحليل الفني بشكل كبير. حصل منها صعود كان بحوالي 6% و6.5%، والحمد لله الناس اللي جالت منها أرباح. بعدين دخل في تصحيح تاني، خلينا نمسح دي بس كده دلوقتي. دخل في التصحيح تاني لحد ما وصل لمنطقة مهمة جدًا، وبرضه بدأ يعمل صعود منها ويحقق منها أرباح، وكسر الهيكل زي ما حضراتكم شايفين بريكو ستراكشر. الناس اللي عارفة الSMC ومتعلمة SMC وطريقة التحليل الفني بالSMC هتبقى عارفة أنا باقول إيه بالضبط. وللي لسه بيتعلم أو عايز على طول مناطق دخول وشراء، فإحنا دلوقتي مستنيين الأسبوع اللي جاي المنطقة دي. أنا نفسي حاطط عليها alarm، مستني منبه يرن عند منطقة السعر دي اللي هي 19 جنيه فاصلة 15 لحد 19 جنيه. المنطقة دي كده منطقة مهمة جدا، وزي ما شفتوا من الفوليوم اللي هو أحجام التداول الموجودة دي، بعد المنطقة اللي انعكس منها فهو أعلى منطقة فيها أحجام تداول. ده بيبقى غالبا الهدف أو الاتجاه بتاع السهم عشان يسحب منها سيولة، هي المنطقة فعلا اللي متحددة هنا. وكمان غير كده المنطقة دي قريبة جدا من الحد السفلي للقناة السعرية اللي أنا محددها هنا دي. والقناة دي مهمة جدًا، لأن القناة دي طول ما إحنا محافظين عليها فإحنا في وتيرة صاعدة إلا إذا اتكسرت لتحت، وهي فعلًا ممكن تتكسر لتحت. فعلًا لو أخدت إن الاتجاه الداخلي القصير المدى، فدي ممكن تكون علامة الbear flag اللي هو راية أو راية العلم الهبوطي، فهي بتبقى بالمنظر ده. يكون السهم نازل عندك كده، ويحصل له بعض التصحيح هبوطي، وتكمل نزول هنا تاني قبل ما يطلع صاعد فوق. ده ممكن سيناريو وارد، ولكن أنا الصراحة بارجّح لأن اتجاه عام على فريمات أكبر من كده هو اتجاه زي ما حضراتكم شايفين صاعد. فأنا متوقع جدًا إن السهم يكمّل صعود، وإن إحنا كل ده يكون خلّصنا الاتجاه الهابط ومكمّلين صعود. فسيناريو إن إحنا ننزل تصحيح أعمق من التصحيح اللي تم لحد 17 جنيه فاصلة 7، ده بالنسبة لي سيناريو غير وارد. فاللي هيحصل كالتالي: أنا مبدئيًا هاستنى السعر يوصل للمنطقة دي، أشوف أي علامات شرائية أو ضعف للبائعين، وهاشتري من المنطقة دي على طول السهم واخده وأطلع بيه لحد عندي مستهدف أولاني اللي أنا هاخده وأطلع بيه، هيكون عند حوالي ال6% ربح عند سعر 20 جنيه فاصلة 2. سعر 20 جنيه فاصلة 2 للسهم ده أنا شايف أول منطقة أو أول مستهدف لينا. أنت ممكن تأمن أرباحك أو جزء من أرباحك عند القمة السابقة اللي هي محطوطة هنا عند سعر 19.8. بس أنا شايف إن هو بمجرد كسر 19.8 جنيه للسهم هيطلع لحد 20.2. يبقى ده أول هدف عندي، ومن هنا ممكن تقول تقفل معظم من أرباحك وتسيب جزء منه لحد ما تشوف القناة السعرية دي إيه اللي هيحصل فيها، هتخترق لفوق ولا هيرد منها وهيبدأ يصحح تاني، وممكن تتكسر لأسفل ونكمل الهبوط. لو أي حد عنده أي استفسار تاني يا ريت يكتبه تحت في الكومنتات، ولو عندكم أي أسهم معينة عايزين نحللها محدش ينسى يكتب في الكومنتات تحت، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.